مصاصات مثلجه صحيه وبدون سكر بثلاثه ديال النكهات، كل وحده تنسيك في الاخرى. مع هاد الصاد اللي كاين هادو راه ضروري خصكم تجربوهم، وهادو راكم غادي تفرحوا بهم الصغار وحتى الكبار. وغادي نبداو بالنكهه الاولى اللي غادي نحتاجوا فيها الكيوي والتفاح الاخضر. انا استعملت زوج حبات ديال الكيوي كنقشروهم ونقطعوهم طريفات صغار، والتفاح الاخضر استعملت حبه واحده حتى هي قشرتها وقطعتها لطريفات صغار، وكنزيدوا عليهم 4 لتر ديال الماء ما يعادل 250 مليلتر، وملعقه كبيره ديال العسل. كنحطوا كلشي في الخلاط ونطحنوا كلشي مزيان، ونعمروا لي تيب ديال المصاصات. هاد لي تيب اللي كيتباعوا عند المحلات اللي كيبيعوا مواد الحلويات، او ممكن تشريوهم من المواقع الالكترونيه الاونلاين فحال امازون وفحال تيمو. من بعد ما كنعمروا هاد لي تيب كنسدوهم وندخلوهم للمجمد لمده ديال 4 ديال السوايع او اكثر. وبالنسبه للنكهه الثانيه غادي نحضروها بالبرتقال، او ممكن تستعملوا غير العصير ديال البرتقال اللي كيتباع جاهز مع الخوخ اللي كنقشروه ونقطعوه لطريفات صغار. انا استعملت عصير ديال 3 البرتقالات مع 2 حبات ديال الخوخ و5 حبات ديال الفريز. كنطحنوا كلشي مزيان ونعمروا لي تيب وندخلوهم للمجمد. اما النوع الثالث ساهل ماهل، كنحتاجوا فيه غير حبه واحده ديال المونك تكون حلوه وطيبه، كنقطعوها لطريفات صغار ونحطوها في الخلاط، نزيدوا عليها ربع لتر من الماء وملعقه كبيره ديال العسل. كنخلطوا كلشي مزيان. وهنا نعم سيدي ونعم لاله، النكهه الثالثه موجوده، كلشي صحي، المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف، احسن مليون مره من المثلجات اللي كتباع كلها ملونات صناعيه وكلها سكريات. نتمنى ان هذا الفيديو وهذه الطريقه نالت اعجابكم، نتمنى انكم تخلوا لايك للفيديو ومشاركه مع الاهل والاصدقاء، وانا نلقاكم غدا في وصفه جديده. نهاركم مبروك، السلام عليكم.